يا ابطال يا رب تكونوا بخير. هنبدا باذن الله النهارده في شابتر 4 بقى. خلصنا الحمد لله شابتر 3، هنبدا في شابتر 4. شابتر 4 شابتر جميل جدا وباذن الله يكون سهل جدا. هو طويل شويه وهناخده على كذا بارت يعني، بس باذن الله سهل وجميل، وباذن الله انا اشرحه لكم باحسن طريقه وابسط طريقه ممكنه. تعالوا نبدا في شابتر 4. هيكلم لك ايه بقى؟ هيكلم لك عن الاس بلوك. هنتكلم عن جروب 1 a في الاس بلوك وجروب 5 a في البي بلوك. ده الدرس الاول اللي هو بتاع 1 a في الاس بلوك، والدرس الثاني هيكلم لك عن ايه؟ هيكلم لك عن البي بلوك في جروب 5 a. واحده واحده كده، وتعالى نبدا اول حاجه مع بعضينا في ايه؟ في فيرست اليمنت اللي في الاس بلوك. تعالى معايا نبدا في الاس بلوك كده واشرحه لكم باحسن طريقه ممكنه وابسط طريقه. تعالى معايا يلا. هنبدا اول حاجه اللي هو الدرس الاول هيتكلم لك ايه؟ هيتكلم لك عن الاس بلوك. طب احنا هنتكلم عن ايه في الاس بلوك؟ هنتكلم عن جروب 1 a اللي هو الاس 1. حلو. بالراحه كده، احنا جروب 1 a فاكرينه كان عباره عن ايه؟ كان عباره، كنت انا مختصر لكم في كلمه ايه؟ كلمه لينا كريبس. لينا كريبس اف ار في الاخر، وفي حاجه فرينيوم في الاخر. تمام. لينا كريبس دول كده اللي بيكون في جروب 1 a في الاس بلوك. دول كده اللي في جروب 1 a في الاس بلوك اللي احنا هندرسهم دلوقتي. ماشي. اول حاجه عايزك تعرفها، عايزين نحفظ الاتوميك نمبر بتاعهم بالراحه كده وببساطه. هنحفظهم ازاي؟ هقول لك على طريقه حلوه تحفظهم بيها. فاكر انت النوبل جازز؟ فاكرهم؟ يا رب تكون فاكرهم. اللي هم عباره عن ايه؟ هيليوم، نيون، ارجون، كريبتون، زينون، رادون. انت فاكر الاتوميك نمبر بتاعهم؟ يا رب برضه تكون فاكرهم. الهيليوم كان 2، نيون 10، ارجون 18، كريبتون 36، زينون 54، ورادون كان 86. تمام يا شباب؟ تمام. زود عن نوبل جازس واحد هيطلع لك الاتوميك نمبر بتاع ايه؟ بتاع جروب 1 a في الاس بلوك. زود عليهم واحد. تعالى كده نزود عليهم واحد ونجرب. لينا اول حاجه ال اي زود على ده واحد هيكون 3. الان اي زود على ده واحد هيكون 11. الكي زود على ده واحد 19. الار بي زود هنا واحد هيكون كام؟ 37. السيزيوم سي اس زود على ده واحد 55. والفرينيوم زود هنا واحد هيكون كام؟ هيكون 87. حلو كده؟ حلو. يا ببساطه قلنا ايه من اول حصه؟ قلنا انت عندك لينا كريبس ده كده اللي بيكونوا في جروب 1 a. عرفنا الاتوميك نمبر بتاعهم، بنزود على النوبل جازز واحد بس هيطلع لك على طول الاتوميك نمبر بتاع ايه؟ بتاع جروب 1 a. حلو كده؟ حلو. عايزك تعرف بقى شويه حاجات كده عليهم. ازاي؟ تعالى هنعرف شويه كده ايه؟ شويه حاجات عن كل ايه؟ كل اليمنت فيهم. اول حاجه خالص، انت عارف ان جروب 1 a ده اسمه ايه؟ جروب 1 a دوت اسمه الكالاي ميتالز. فاكر اكيد ان جروب 1 a دوت كان اسمه ايه؟ كان اسمه الكالاي ميتالز. الكالاي ميتالز. يبقى جروب 1 a ده اسمه ايه؟ اسمه الكالاي ميتالز. حلو قوي. بص معايا، ايه من دول الاباندنت اليمنت؟ اباندنت اللي هو اشهر الاليمنت. اشهر الاليمنت في دول كان الصوديوم والبوتاسيوم، ان ايه والكي. كل ما نيجي نحفر في الارض نلاقي لك صوديوم ونلاقي لك بوتاسيوم. هنحفر في الحته دي نلاقي برضو صوديوم ونلاقي برضو ايه؟ بوتاسيوم. طب بنلاقيهم ازاي بقى؟ قال لك دايما الان ايه دوت كنا بنلاقيه في شكل ان ايه سي ال. كنا بنلاقيه في شكل ايه؟ ان ايه ماسكه مع سي ال في روك كده، زي صخره كده، بالشكل ده كده. بيكونوا عاملين بالشكل ده كده كده. تمام. بيكونوا شكلهم كده. هتلاقي مثلا انت عندك هنا ايه؟ هتلاقي مثلا انت عندك هنا الصوديوم بوزيتيف، فهنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف، هنا بوزيتيف وهنا نيجاتيف. مش هتلاقي اتنين بوزيتيف ماسكين في بعض او اتنين نيجاتيف ماسكين في بعض. شكل ايه؟ الروك اللي هو ايه؟ شكل صخره كده. تمام. يبقى دايما الان ايه بتلاقيه ماسك في ان اي سي ال على طول. حلو. الكي البوتاسيوم بيكون دايما في شكلين. البوتاسيوم دايما بيكون ايه؟ بيكون في شكلين. يا اما الشكل الاول كي سي ال بتلاقيه ايه؟ في السي في البحر. يبقى دايما الكي سي ال اللي بنلاقيه في البحر، عارف الملح بتاع البحر دوت؟ الملح بتاع البحر هو كي سي ال. فكي سي ال دايما بتلاقيه ايه؟ في السي في البحر.
وبتلاقيه برضه على الشاطئ ماشي في شكل اسمه ايه؟ كارنيلايت. كارنيلايت. الكارنيلايت ده بيكون شكله عامل ازاي؟ بص بيكون شكله عامل كده، كي سي ال ماسكه في ام جي سي ال 2 ماسكه في 6 ميه 6 اتش 2. طب تعالى يلا نحفظ ده مع بعض، يلا نحفظه مع بعض. الكارنيلايت ده البوتاسيوم بيكون في شكل ايه؟ شكل الكارنيلايت، كي سي ال ماسكه في ام جي سي ال 2 ماسكه في 6 ميه 6 ميه. خلي بالك عشان هيجيب لك في الاختيارات ويلخبطك فيه. يبقى اول حاجه لو انا مثلا جيت لك في الاختيارات قلت لك كي سي ال 2، لا غلط، ده كي سي ال ايه؟ كي سي ال بس من غير 2. يبقى انت عندك كي سي ال بس ماسكه في ام جي سي ال 2 ماسكه في 6 ميه. ده كده ايه؟ الكارنيلايت. اول حاجه الاباندنت اليمنت اللي هو الاليمنت الايه؟ الشائعه او المشهوره. كان اول حاجه الصوديوم. الصوديوم كل ما نيجي نحفر مش كل ما نيجي نحفر نلاقيها في شكل NaCl. كل ما نيجي نحفر نلاقيها في شكل NaCl. تمام شكل ايه؟ روك كده، صخره. البوتاسيوم برضو بنلاقيه في شكل على طول، لا اما KCl ده بيكون في السي في البحر، لا اما بنلاقيه على الشاطئ في شكل اسمه كارنيلايت. الكارنيلايت ده اللي هو عباره عن ايه؟ KCl MgCl2 و6 ايه؟ و6 ميه. كده في اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. هنتكلم برضو هنقول حاجه عن ايه؟ الفرينيوم. تعالى كده الفرينيوم هو الاف ار كان كام؟ 87. كنت لما باجي في الترم الاول اقول لك ايه؟ جروب 1 ايه لينا كريبس، صح؟ ما كناش بنجيب سيره الاف ار دوت. طب ليه؟ الاف ار ده اصلا مش موجود في الطبيعه. الاف ار ده عباره عن راديوكتيف اليمنت. راديوكتيف اليمنت وما يكونش موجود ايه؟ في الطبيعه. يبقى هو عباره عن راديوكتيف اليمنت وبيكون مش موجود في الطبيعه. طب احنا اكتشفناه ازاي؟ قال لك اندسترال، اكتشفناه ايه؟ صناعيا. ماشي؟ اندسترال. يبقى احنا اكتشفناه ايه؟ صناعيا في المعمل. ازاي اكتشفناه في المعمل؟ قال لك بص، في عالم كده جاب الاكتينيوم. اليمنت اسمه الاكتينيوم ده كان اتوميك نمبر بتاعه عباره عن ايه؟ عباره عن 89 الاتوميك نمبر بتاعه، وكان المولر ماس بتاعته كانت 227. حلو. انتوا عارفين اشعه الفا؟ طبعا كلنا عارفين الالفا ري اللي هي اشعه الفا. فهو ما جه الاكتينيوم دوت فعله لقى طلع له الهيليوم 2، وهنا كان المولر ماس بتاعته 4. الهيليوم ده اللي هو ايه؟ اللي هو الالفا ري. حلو؟ يبقى الهيليوم ده اللي هو ايه؟ اللي هو اشعه الفا. الهيليوم ده اللي هو اشعه ايه؟ اشعه الفا. زائد الفرينيوم بتاعنا ده اللي هو الاف ار. شيل من هنا ايه؟ شيل من هنا 2 هتلاقيه 87، وهنا خد 4 من 227 هتلاقيه كام؟ هتلاقيه 223 او 22 تقريبا. تمام يا شباب؟ كده فيها اي مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. يبقى تاني، الفرينيوم احنا ما لقيناهوش ايه في الطبيعه، لقيناه اكتشفناه في الايه؟ في المعمل صناعيا. حلو. جيت الاكتينيوم بالشكل ده كده، طلع لنا الالفا ري اللي هي الهيليوم، وطلع معاه ايه؟ الفرينيوم اللي هو بالشكل ده وكده. كده في اي مشكله؟ كده ما فيش اي مشكله. تعالى نقرا الكلام ده، تعالى نقراه. يبقى الاليمنت جروب 1 ايه اسمهم الكالاي ميتالز بالشكل ده كده. ماشي؟ تمام. اول حاجه خالص اتكلمنا عن الصوديوم، قلنا الصوديوم دايما بيكون ايه؟ في روك سوليد شكل كده ايه؟ روك صخره NaCl. اتكلمنا عن البوتاسيوم بيكون في شكلين، يا اما في السي البحر بيكون KCl، يا اما في الايه؟ كارنلايت بيكون شكله KCl MgCl2 و6 من ايه؟ 6 من الميه. تمام. بعد كده الفرينيوم ديسنتجريشن اوف اكتينيوم اللي هو اتكسر يعني بواسطه ايه؟ بواسطه الاكتينيوم. تمام. عندك الاكتينيوم اهو 89 و227. الفرينيوم 87 هنا، ويطلع لك ايه؟ المولر ماس بتاعته ده كده المولر ماس، لكن ده كده الاتوميك نمبر. اتوميك نمبر. وطلع لك الهيليوم اللي هي كانت ايه؟ اللي هي كانت الالفا ري بالشكل ده كده. تمام كده يا شباب؟ كده فيها مشكله؟ كده ما فيهاش اي مشكله. هنخش بعد كده. تعال اول حاجه نحل شويه اسئله على الجزئيه ديت. اول حاجه بيقول لك which of the following represent of crystal of rock salt. كريستال الروك سولت اللي هو عباره عن NaCl. انا رسمته قلت لك مفيش تو بوزيتيف ماسكين في بعض او تو نيجاتيف ماسكين مع بعض. طب تعال نشوف كده. عندك اول حاجه الN، لا الN ماسكه في الN، لا ما ينفعش تو بوزيتيف ماسكين مع بعض. هنا برضو الN A ماسكه في الNA، لا برضو ما ينفعش. هنا NA ماسكه برضو في NA، لا برضو ما ينفعش. لكن عندك NA ماسكه في Cl،
ان ايه برضه ماسكه في سي ال، مفيش 2 بوزيتيف او 2 نيجاتيف ماسكين مع بعض، فهي دي الاجابه هتكون رقم دي بالشكل ده وكده. تمام كده يا شباب؟ تمام. نخش على اللي بعده، نخش على السؤال اللي بعده. بقول لك زي مولكيول فورمولا اوف ايه كارنلايت، دي الكلمه دي كارنلايت لو مش باينه عندكم. اول حاجه عندك احنا قلنا ان الشكل عامل ازاي؟ كي سي ال ماسكه في ام جي سي ال 2 ماسكه في 6 ايه؟ 6 من الميه. تمام كده يا شباب؟ تمام. طبعا الشكل ده غلط. كي سي ال ام جي سي ال 2 لازم يكون فيه 2 هنا، فده كده ايه؟ غلط. تعالى هنا. هو مجمع لك الاليمنت ايه؟ المتشابهه. تمام؟ تمام. تعالى نجمع. انت عندك دلوقتي السي ال وهنا 2 سي ال، يبقى كده 3 سي ال، يبقى سي ال ايه؟ 3. تمام؟ تمام. هنا عندك بيقول لك ايه؟ سي ال واحده، لا غلط الكلام ده. هنا بيقول لك سي ال 3 وهنا برده سي ال 3، لكن هنا بيقول لك اتش 12 وهنا اتش 2. أنهي الكلام الصح؟ انت عندك هنا 6 مضروبه في 2، 6 مضروبه في 2 هيدروجينه، يبقى كده 12 هيدروجين. حلو كده يا شباب؟ في الميه 6 مضروبه في 2 هيدروجينه، يبقى كده هتلاقي 12 هيدروجينه في الايه؟ في الكومباوند دوت. فهي طبعا هتكون الاجابه رقم بي اللي هي فيها ايه؟ اللي هي فيها 12 هيدروجينه. كده فيها اي مشكله يا شباب؟ كده ما فيهاش اي مشكله. هنخش بعد كده على ايه بقى؟ هنتكلم عن شويه بروبرتيز لجروب 1 اي دوت. في شويه بروبرتيز كده صغيره هنتكلم عليها في جروب 1 اي. تعال نتكلم عليها واحده واحده. هناخد النهارده 3 بس من البروبرتيز دي. تعالى يلا. يبقى نتكلم اول حاجه عن البروبرتيز بتاعت الاليمنت اللي موجوده في جروب ايه؟ في جروب 1 اي. هنتكلم اول حاجه عن السنجل الكترون في الاوتر انرجي ليفل. اول بروبرتيز هنتكلم عليها هي السنجل الكترون اللي بيكون ايه؟ في الاوتر انرجي ليفل. يعني ايه الكلام ده؟ جروب 1 ايه؟ انت عندك مثلا جروب 1 ايه ليثيوم، هتيجي توزعه هتلاقي ايه؟ هو 3، فهتلاقي 2 1، فاخره كام؟ في الاوتر انرجي ليفل بتاعه في واحد بس. جيت بصيت على الان ايه؟ 11، هتوزعها 2 8 1، برضه هتلاقي ايه؟ اخرها 1. فكل جروب 1 ايه بيكون اخره في الفالنس الكترون بتاعته او الفالنس شيل بتاعته 1 الكترون بس، 1 الكترون بس. تمام كده يا شباب؟ تمام. تمام. تعالى بقى نتكلم عن حاجه دلوقتي. السنجل الكترون اوتر شيل ده ايه البروبرتيز اللي اديها له؟ بص بقى. اول حاجه خالص هنتكلم عن حاجتين. هل هو جروب 1 ايه دوت اكتف ولا نوت اكتف؟ فعال ولا مش فعال؟ بيتفاعل ولا مش بيتفاعل؟ رد عليا كده. ده واحد بيفقد الكترون دايما، دايما سهل اللي هو يفقد الكترون. انا سهل ان انا ارميك عشان خاطر انا عايز استقر. حلو حلو. فطبعا هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه فيري اكتف، ده نشط جدا جدا. طب هو ليه فيري اكتف؟ لان هو ايه؟ ايزي لوس الكترون، سهل اللي هو يفقد الكترون. انا سهل ان انا افقد الالكترون ده عشان خاطر ابقى ايه؟ ابقى ستيبل ومستقر. حلو يا شباب؟ حلو. يبقى هو فيري اكتف عشان سهل اللي هو ايه؟ يفقد ويرمي الالكترون دوت. طب ماشي. قال لك ان هو ايه؟ سترونج اوكسيديشن. ليه سترونج اوكسيديشن؟ يعني ايه اوكسيديشن اصلا؟ اوكسيديشن اللي انا بعمل لوس الكترون، برمي الكترون، صح؟ صح. فطبعا هو انا برمي الالكترون ده بسهوله، فطبعا هتلاقي ايه؟ سترونج اوكسيديشن. طب فاكر في الترم الاول لما احنا قلنا اوكسيديشن كان اسمه ايه بقى الاليمنت اللي بيعمل اوكسيديشن دوت؟ فاكر؟ كان اسمه ريديوسنج ايجنت، فهتلاقيه سترونج ريديوسنج ايجنت. تمام كده؟ يبقى اول حاجه قلنا اللي هو فيري اكتف. طب هو ليه فيري اكتف؟ عشان هو ايزي لوس الكترون، سهل اللي هو يفقد ايه؟ الكترون. قلنا ان هو سترونج اوكسيديشن، ان هو ايه؟ سترونج اوكسيديشن ان هو سهل اللي هو ايه؟ يرمي ويفقد الالكترون دوت. طالما هو سترونج اوكسيديشن هيكون سترونج ايه؟ هيكون سترونج ريديوسنج ايجنت. تمام كده يا شباب؟ تمام. هنتكلم على ايه بقى بعد كده؟ بصوا. فاكرين في الميتاليك بوند؟ ميتاليك بوند قلنا ان جروب 1 ايه دوت كان سوفت ولا سترونج ولا مايلد؟ فاكرين؟ قلنا ان هو ايه؟ قلنا ان هو سوفت، طري، بيتكسر بسهوله. طب هو ليه سوفت؟ عشان الفالنس الكترون بتاعته كانت ايه؟ كان فيها الكترون واحد بس. فطالما فيها الكترون واحد بس الاسترنس بتاعته ايه؟ قليله. وهتلاقي برضو ان الميلتنج بوينت بتاعته ايه؟ الميلتنج بوينت بتاعته قليله. لانه في ايه؟ الفالنس الكترون فيه الكترون واحد بس. فاكر ولا مش فاكر؟ الحصه اللي فاتت كنا قايلين ان الميتاليك بوند كل ما يزيد الفالنس اوف الكترون كل ما يزيد الاسترنس ويزيد الميتاليك بوند ويزيد ايه؟ الميلتنج بوينت، ويزيد الميلتنج بوينت ويزيد كمان ايه؟ الكوندكت اوف الكتريستي. فطالما هو عنده فالنس الكترون واحد بس فهتلاقي ان الميلتنج بوينت بتاعته ايه؟
قليله لان الفالنس اوف الالكترون بتاعته ايه؟ قليله. تمام. وهتلاقيه سوفت ضعيف، هتلاقيه سوفت. وهتلاقيه كمان ايه؟ ايزي اللي هو سهل يعمل ايه؟ ايونيك بوند. دايما تلاقيه سهل اللي هو يعمل ايونيك بوند، ان هو سهل اللي هو اصلا يرمي الالكترون. فانا هرمي الكترون واعمل ايونيك ايه؟ واعمل ايونيك بوند. اتكلمنا احنا على ايه لحد دلوقتي؟ اول بروبرتيز السنجل اوتر شيل الكترون. قلت ان هي فيها ايه؟ بيكون سنجل الكترون بس، ان هو بيفقد الكترون واحد بس. قلنا ان هو عباره عن فيري اكتف. طب هو ليه فيري اكتف؟ عشان خاطر فيه الكترون واحد بس، سهل اللي هو يرميه، فبيتفاعل مع اي حاجه عشان خاطر يرمي الالكترون دوت. فيري اكتف ان هو ايه؟ سهل اللي هو يرمي الكترون. سترونج اوكسيديشن، وكمان سترونج ايه؟ ريديوسنج ايجنت برضه عشان هو ايه؟ بيفقد الكترون. ماشي. قلنا ان هو سوفت عشان خاطر الفالنس الكترون بتاعته فيها الكترون واحد ايه؟ بس. قلنا الميلتنج بوينت بتاعته ايه؟ قليله، اللي برضه الفالنس الكترون بتاعته فيها الكترون واحد بس. قلنا ان هو ايه؟ سهل ان هو يعمل ايونيك بوند. الايونيك بوند هو عباره عن ايه؟ ميتال بيعمل ايونيك بوند مع نون ميتال ايه؟ غيره، ان هو سهل برضه اللي هو يرمي ايه؟ يرمي الالكترون. في اي مشكله كده؟ اول بروبرتيز كده ما فيهاش اي مشكله. تعال نقراها ونخش على تاني بروبرتيز بعد كده. اول حاجه زي ما قلنا اهو، ان البروبرتيز بتاع السنجل الكترون ان اوتر موست انرجي ليفل بتكون ايه؟ فيري اكتف. طب هي ليه فيري اكتف؟ عشان هي ايه؟ سهله اللي هي تعمل ايه؟ لوست، سهله ايه؟ تخسر. تمام. هنتكلم عن ديت في البروبرتيز الثانيه اللي هو فيري لو ايونيزيشن بوتنشال. تمام. قلت لك ان هو بيعمل ايه؟ اللي هو بيعمل كومباوند ايونيك على طول، ان هو برده سهل اللي هو يرمي ايه؟ يرمي ايه؟ الكترون. قلت لك ان هو سترونج ريديوسنج ايجنت. سترونج ريديوسنج ايجنت. بعد كده قلت لك اللي هو ايه؟ سوفت طري. تمام. سوفت ميتال. طب هو ليه سوفت ميتال؟ هو سوفت ميتال عشان خاطر الفيرنس الكترون بتاعه بايه؟ بواحد، فهتلاقيه برده لو في الميلتنج بوينت والبولينج ايه؟ بوينت. تمام كده يا شباب؟ وهتلاقيه ديكريزنج في الايه؟ في الاسترينث بتاعت ايه؟ الميتاليك بوند. كده فيها اي مشكله؟ كده اول بروبرتيز ما فيهاش اي مشكله. اكتبوا الصفحه ديت، صوروها كده، خدوها سكرين شوت واكتبوها عندكم. تمام كده؟ تمام. هنخش على البروبرتيز الثانيه اللي هي ايه؟ اللي هو الاتوميك سايز بتاعه. اتوميك سايز بتاعه. السايز بتاعه كبير ولا صغير؟ عايز اعرف الاتوميك سايز بتاعه كبير ولا صغير؟ اللي يعرفها الكلام ده اللي كان فاكر الترم الاول. فاكرين الترم الاول؟ كان الاتوميك سايز بتاع جروب 1 A كبير ولا صغير؟ كنتوا فاكرين الاتوميك سايز كان انكريز من ايه؟ منين؟ من الرايت للليفت ومن الاب للداون بالشكل ده كده. فانت هتلاقي ان جروب 1 A هو اكبر اتوميك ريديوس، ده حجمه كبير جدا. اكبر اتوميك ريديوس في البريودك تيبل هو جروب 1 A. فهو هتلاقيه حجمه كبير جدا. الاتوميك ريديوس بتاعه ايه؟ انكريز او ايه؟ هو هاي، عالي جدا، فيري هاي. تمام كده يا شباب؟ تمام. اللي برضو فاكر الترم الاول، طالما هو اعلى او كبير في الاتوميك سايز يبقى سهل قوي لو يفقد الكترون، ده حجمه كبير فانا بفقد الكترون ايه؟ بسهوله. وكمان هيكون ايه؟ لو في الايونيزيشن بوتنشال. فاكرين الكترونيجاتيفيتي وفاكرين الايونيزيشن بوتنشال؟ الايونيزيشن بوتنشال كان في البريودك تيبل ايه؟ عكسها، كان انكريز من ليفت لرايت ومنين لمنين؟ ومن الداون للاب بالشكل ده كده. فانت طالما هي عاليه في الاتوميك سايز هتكون قليله فين؟ في الايونيزيشن بوتنشال. الايونيزيشن بوتنشال بتاعتها صغيره جدا. يعني ايه ايونيزيشن بوتنشال لو فاكر؟ الايونيزيشن بوتنشال دي الطاقه اللي بتروح عشان خاطر نخلي الالكترون ده ايه؟ يتفقد. هي طاقه بتحصل لها ريليز، بتطلع اول على طول ما الاليمنت دوت او الاتوم ده بيفقد الالكترون. طاقه بتطلع اول ما انا بفقد الالكترون. طب انت عندك الالكترون هنا بفقده بسهوله ولا بصعوبه؟ بفقده بسهوله. فانت هتلاقي ان الطاقه اللي تطلع اول ما انا بعمل اول ما انا بفقد الكترون قليله جدا، طاقه ايه؟ ضعيفه جدا. تمام كده يا شباب؟ تمام. هنتكلم بقى على جزئيه بسيطه. بص، بيقول لك في حاجه اسمها ايه؟ في حاجه اسمها فوتو الكتريك فينومينا. الفوتو الكتريك فينومينا يعني ايه؟ بص، بيقول لك ان من بعد انت عندك ايه؟ لينا كريبس. بيقول لك انت عندك من بعد البوتاسيوم فيما تحت، من بعد البوتاسيوم بعد تحت، لو جه لايت على الاليمنت دوت يقدر يخليه يفقد الكترون. انتوا متخيلين اللي هو
ضعيف قد ايه وسهل هو يفقد الكترون لدرجه ان لو الضوء نزل عليه هيخليه يفقد الالكترون دوت. يبقى تاني، يبقى اول على طول ما اللايت يسقط على طول على حاجه من تحت البوتاسيوم اللي هو البوتاسيوم او الرابيديوم السيزيوم فرينيوم، هتلاقيه على طول ان هو عمل ايه؟ لوس الكترون. حتى الضوء حاجه ضعيفه يخليه او يقدر تخلي الماده ديت او الاليمنت دوت يفقد الكترون على طول. فدي اسمها فوتو الكتريك فينومينا. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى اللايت اول ما ينزل على حاجه تحت الصوديوم اللي هي البوتاسيوم او الرابيديوم او السيزيوم او الفرينيوم، لها قدره ان يخلي اللايت دوت يفقد الكترون على طول. تمام؟ تمام. زي ايه مثلا؟ اقول لك مثال كده بره الملعب. عندك السولار بانلز اللي هو الالواح الشمسيه، لما هي بتتحط كده في عماره، الالواح الشمسيه دي بتحول الطاقه الشمسيه ديت بتخليها طاقه كهربائيه داخل المنزل بتاعك. تمام؟ فهي بتشتغل ازاي؟ بيكون موجود فيها مثلا ريبيديوم او سيزيوم. السيزيوم دوت الضوء هينزل عليه، فالضوء دوت عنده قدره اللي يخلي الماده ديت تفقد الكترون. وانتوا عارفين في الفيزياء ان اي حاجه بتطلع الكترونات بتوصل على طول ايه؟ كهرباء. فهي دي الفكره بكل بساطه. تمام كده يا شباب؟ تمام. يبقى تاني، اي حاجه بوتاسيوم ريبيديوم سيزيوم فرينيوم على طول اللايت ينزل عليها بتعمل على طول لوس لايه؟ لالكترون وتفقد الكترون على طول. كده فيها اي مشكله يا شباب؟ كده ما فيهاش اي مشكله. يبقى تاني، يبقى انت عندك اول حاجه الاتوميك سايز بتاعه هاي كبير. لو ايونيزيشن بوتنشال. الفيرست ايونيزيشن بوتنشال بتاعه ايه؟ بتاعه بيكون ايه؟ صغير جدا. لكن السكند ايونيزيشن بوتنشال، هل هو كبير ولا قليل؟ لو فاكر من الترم الاول هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه كبير جدا. ان خلاص اصلا الماده بقت ستيبل، اصلا بقت مستقره، فعشان خاطر انا اخد منها الكترون وهي مستقره هحتاج طاقه كبيره جدا جدا جدا. تمام كده يا شباب؟ تمام. فالفيرست هتلاقيه ايه؟ له صغيره، لكن السكند هتلاقيه ايه؟ هتلاقيها عاليه. تمام كده يا شباب؟ تمام. بعد كده خدنا الفوتو الكتريك فينومينا، ان اللايت اول ما ينزل على طول على اي اليمنت تحت الصوديوم اللي هو بوتاسيوم رابيديوم سيزيوم فرينيوم، هتلاقيه على طول ان هو عمل لها لوس الكترون. تمام. بعد كده بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك ان هي لو دينستي، يعني كثافتها صغيره. ازاي بقى كثافتها صغيره؟ عرفنا منين؟ انت مش خدت في الفيزياء ان الدينستي ديت عباره عن ماس على الفوليوم، اللي هو عباره عن كتله على حجم. حلو. احنا عارفين ان الحجم بتاعهم ايه؟ كبير جدا، عارفين السايز بتاعهم كبير. فطالما انت هتقسم على حاجه كبيره اكيد الناتج هيكون ايه؟ هيكون قليل جدا. تمام؟ فانت عندك هتلاقيها لو دينستي بالشكل ده كده. تمام كده يا شباب؟ كده فيها اي مشكله؟ يبقى احنا خدنا في تاني بروبرتيز الاتوميك سايز بتاعتها هاي عاليه. الفيرست ايونيزيشن بوتنشال بتاعتها بتكون ايه؟ بتكون لو صغيره. السكند ايونيزيشن بوتنشال بتاعتها بتكون ايه؟ عاليه. خدنا الفوتو الكتريك فينومينا. الفوتو الكتريك فينومينا ان اللايت لو نزل على اي اليمنت تحت الصوديوم اعرف على طول ان هو ايه؟ هيعمل لوس الكترون. بعد كده قلنا ان هي ايه؟ لو دينستي. كده في اي مشكله يا شباب؟ كده ما فيهاش اي مشكله. يلا خد سكرين يلا. تمام؟ تمام. تعالوا نقرا الكلام ده. ماشي. في حاجه كمان ما قلتهاش، هو طبعا بيعمل ايه؟ لوس الكترون. فطالما بيعمل لوس الكترون يبقى هيديك ايه؟ بوزيتيف تشارج. فهو هتلاقيه ايه؟ هتلاقيه هاي عالي في الالكترون ايه؟ الكترو بوزيتيف بتاعتها، ليه عالي في الالكترو ايه؟ بوزيتيف. تمام كده يا شباب؟ تمام. وبيعمل فوتو الكتريك ايه؟ فينومينا زي ما احنا قلنا كده، ان اول ما اللايت على طول بينزل على حاجه تحت الصوديوم من اول يعني البوتاسيوم، اعرف على طول هيعمل لها ايه؟ هيعمل لها لوس الكترون. تمام؟ هتلاقيها سهله ان هي تفقد ايه؟ تفقد الكترون. تمام؟ تمام. وهي لو دينستي عشان قلنا ان الدينستي دي لو خدتها انت في الفيزيكس كانت عباره عن ايه؟ الماس على الفوليوم، واحنا عارفين ان الحجم بتاعهم ايه؟ كبير جدا. فطالما انت هتقسم على حاجه كبيره هيطلع لك على طول ايه؟ ان الدينستي ايه؟ قليله. كده البروبرتيز الثانيه فيها اي مشكله؟ ما فيهاش اي مشكله. تعالى اخر بروبرتيز بعد كده نحل لو خلصنا الحصه بتاعتنا. تعالى اخر بروبرتيز هناخدها هنا. هيتكلم لك على الاتوميك سبيكترا. انت عمال تفكر انا سمعت الاسم ده فين قبل كده؟ الاتوميك سبيكترا ده انت خدته في الترم الاول. كان ايه بقى؟ كنت انا حتى بقول لك لو تفتكر انا دلوقتي اكتسبت طاقه الكترون، او عندك كده ده كان نيوكليوس وعندك كده الانرجي ليفل، الكترون موجود هنا اكتسب انرجي. فاول ما يكتسب طاقه هينط على طول لالكترون ايه؟ اعلى منه، لانرجي ليفل اعلى. فاول على طول ما ينط الانرجي ليفل اعلى منه هيبقى عامل ايه؟ اول ما ينط الانرجي ليفل اعلى منه
ويجي يفقد الطاقه اللي هو اكتسبها تاني دي، يقوم يطلع لك ايه؟ حاجه اسمها لاين ايه؟ لاين سبيكترا. تمام؟ هيطلع لك حاجه اسمها لاين سبيكترا. يبقى اللاين سبيكترا دي بتطلع منين؟ انا دلوقتي خليت الالكترون ده، عملت له اكسايتنج، خليته يكتسب طاقه. تمام؟ فهو اول ما اثار وطلع لانرجي ليفل اعلى، اول ما يجي يفقد الطاقه دي تاني هيطلع لك على طول ايه؟ لاين سبيكترا. تمام؟ تمام. فاحنا عايزين نفرق بين الاليمنت بتاع جروب 1 اي دول. قال لك خلاص احنا هنفرق بينهم. فاكر حتى اللاين سبيكترا قلت لك دي بصمه عامله زي بصمه الانسان كده، كل اليمنت ليه اتوميك سبيكترا غير الثاني خالص. تمام؟ طيب كل واحد ليه لون مختلف. بص بقى، اول حاجه بيقول لك ايه؟ بيقول لك ان الليثيوم كريمسون ده حاجه شبه الاحمر كده اللي قدامك ده، بيدي على برتقاني شويه. تمام كده يا شباب؟ تمام، الشكل اللي قدامك ده حلو. بعد كده انت عندك تاني حاجه الصوديوم جولدن يلو بالشكل اللي قدامك ده، مصفر كده. تمام؟ الكلام ده يتحفظ طبعا. البوتاسيوم بيل فاليوت اللي هو ايه؟ اللي هو زي بنفسجي كده، بنفسجي زي مفتاح شويه. تمام؟ تمام. بعد كده عندك بليش فاليوت بالشكل اللي قدامك ده برضه. كده في اي مشكله يا شباب؟ كده ما فيهاش اي مشكله. ده كده البروبرتيز رقم 3. تعال نبدا نحل. بقول لك which of the following element lose الفالنس الكترون موست easily. اسهل واحد يفقد الكترون. طالما اسهل واحد يفقد الكترون يبقى اكبر واحد فيهم ايه؟ اكبر واحد فيهم في السايز. حلو. مين اكبر واحد فيهم في السايز؟ لينا كريبس. فاعلى واحد من دول في السايز ايه هو؟ هو السي اس. طالما اعلى واحد فيهم في الاتوميك راديوس يبقى هو اسهل واحد يفقد ايه؟ الكترون. فهتكون الاجابه رقم دي بكل بساطه. حاول تحل الاسئله دي قبل ما انا احلها، حل بعد كده شوف الحل بتاعي. وقف الفيديو وحل يلا. بعد كده عندك السؤال الثاني بيقول لك ايه؟ لو احنا عملنا كومبير بين البروبرتيز في الالكالاي ميتال وبين الفرنسيوم وبين ايه؟ وبين البروبرتيز اللي في الالكالاي ميتال. دلوقتي انت عندك الفرنسيوم، تعال نشوف ايه من دول يعني بيشبه الفرنسيوم. اول حاجه بيقول لك ان هو لايس خفيف، لا طبعا ده تقيل قوي، ده هو اصلا اكبر اتوميك ايه؟ سايز. ثاني حاجه بيقول لك ايه؟ لارجست اتوميك سايز بتاعه كبير. صح، ده هو ايه؟ لارجست في الاتوميك سايز. هل هو له ابيليتي يعني له ابيليتي اللي هي قليله اللي هو يبقى ايونست؟ لا طبعا. عشان خاطر يبقى ايون ده سهل جدا ان هو اصلا بيفقد الكترون بطريقه سهله جدا ان هو اصلا السايز بتاعه ايه؟ كبيره. وهنا طبعا مور ستيبل، لا طبعا مش ستيبل، فهتكون الاجابه رقم بي بكل بساطه. السؤال الاخير بيقول لك ايه بقى؟ بيقول لك each of the following statement correct except، كل دول صح ما عدا ايه؟ ايه هو اللي مش صح من دول؟ الالكالاي ميتال نفس سيميلر في الالكترونيجاتيفيتي؟ لا طبعا. ازاي الالكالاي ميتال نفس الالكترونيجاتيفيتي؟ الالكترونيجاتيفيتي انكريز كده وكده، فانت هتلاقي اللي تحت مختلف عن اللي فوقيه، فطبعا هي دي هتكون الاجابه، ان هي دي الاجابه الخاطئه اللي فيهم. طب تعال نشوف اللي تحتهم. بيقول لك ان الليثيوم بروبرتيز بيختلف عن المغنيسيوم. طبعا اي بروبرتيز بتاعت اليمنت تختلف عن اليمنت تاني، تختلف في اتوميك راديوس، الكترونيجاتيفيتي، الايونيزيشن بوتنشال بتختلف، فدي اجابه صحيحه. الثانيه بيقول لك ان الفوتو الكتريك فينومينا بتاع الالكالاي ميتال بتزيد اول ما يزيد اتوميك راديوس. طبعا صح طبعا. الاخيره بيقول لك الالكالاي ميتال فيري سترونج ريديوسينج ايجنت برضه صح، فهي طبعا هتكون اجابه رقم ايه. تمام كده يا شباب؟ في كده الدرس اي مشكله؟ انا كده خلصت الحصه، ربنا يوفقكم جميعا والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.